تعالوا النهارده نعمل فول مدمس. الفول المدمس النهارده هنعمله في البيت، والناس بيقولوا دايما هنعمله احلى من بتاع العربيات او زي بتاع العربيات. لا، هو مفيش مقارنه يا جماعه بين بتاع البيت وبتاع العربيات. ان شاء الله النهارده هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. وبمكونين بس، يعني انا دوبك هحط شويه عدس اصفر وهيبقى سهل جدا. هحتاج النهارده كوبايتين فول مدمس بلدي ونص كوبايه عدس اصفر. انا مش محتاجه اكتر من كده، انا بس هو ده اللي محتاجاه. كوبايتين فول وكوبايتين ونص كوبايه عدس اصفر. يا دوبك هنقع الفول 5 دقايق، 5 دقايق بس يا جماعه. انا مش بتاعه ان الفول يتنقع 3 ساعات وكده. الفول لما بيتنقع، دي معلومه مهمه جدا، بيتغير طعمه. الفول بيتغير طعمه لما بيتنقع. وجربي انك بس يا دوبك تغسليه وتحطيه على طول. وكون محضره الدماسه بتاعتي. انا النهارده عاملاه في دماسه فول، لان دي برضو بتطلع طعمه احلى. يعني في ناس مش متخيلين الدماسه بتفرق في الطعم. لا، هي الدماسه بتفرق في الطعم جدا. أه. بحط بقى الفول بتاعي اللي انا غسلته ده في الدماسه، وبكون معايا نص كوبايه العدس الاصفر. بكون غسلاها بس كويس واروح ضيفاها على الفول. وبعدين بجيب حوالي كوبايتين ميه او كوبايتين ونص. المهم ان انا اغطي الفول بتاعي بالميه. ميه بارده عاديه جدا من الحنفيه. بقولك الفول ان شاء الله مش هياخد منك وقت خالص يعني. تحطيه الصبح الساعة 8 على الساعة 12 واحدة ان شاء الله هتاكلي. تحطي بس شوية العدس الأصفر، تغطيه بس المية تكون مغطية الفول بس. وتاخديه على عين البوتاجاز يغلي. أهم حاجة يغلي ويطلع ريمة كده ويفور كده فوران كده. بس يعني هو بيقعد 10 أو ربع ساعة على البوتاجاز. تبتدي بقى يغلي كده ويفور. اروح واخده بقى الفول ومرجعاه على على سخان الفول. ده سخان انا عندي بستخدمه من زمان. تجيبيه من اي محل، يتباع في اي محل. السخان يا جماعه عشان ناره هاديه قوي، فبيظبط لك، فبيضمن لك تسويه مظبوطه للفول من غير ما يتحرق منك، او يعني التسويه الهاديه دي بتبقى جميله قوي في الفول. حطه بقى على حطه بقى على السخان ده. يفضل بقى شغال وبيقعد على السخان حوالي 5 ساعات. يا دوبك بياخد الغلوه دي على النار. وبعدين بيقعد على السخان حوالي 5 ساعات. اجي كده بعد ساعتين اهو، اديني اهو بقلب فيه. وانا بقلب فيه كده اهو بعد ساعتين اكون محضره ميه مغليه. الفول بيتسقي ميه مغليه. وما يا جماعه ما يتغرقش، يا دوبك بيتغطى. يتغطى بس يبقى فوقيه بس شويه. يعني شويه ميه بس كده فوقيه. تكون غاليه ميه كويس قوي. واروح ضايفاها على الفول. الفول بيتزود ميه مغليه بس انا كده ضفته. بعد ساعتين ونص كده يا دوبك زودته ميه مره واحده بس، وابتدي بقى اهو. هو بعد 5 ساعات اهي النتيجه اللي انتوا شايفينها. فول جميل، تحفه. دايب كده، قشرته دايبه فيه. لونه جميل، العدس مخلي لونه جميل، ولا ضفنا عليه بقى طماطم ولا الحاجات دي. العدس يا جماعه بيخلي الفول محتفظ بقوامه. وبيخلي لونه جميل ويقعد كذا يوم طعمه ما بيغيرش. اي في اضافات تانية بتتحط على الفول بتغير طعمه، بتغير طعم الفول نفسه. لكن العدس هو الوحيد اللي بيضمن لك اللون الفاتح من غير ما يغير لك طعم الفول. بس هو كده خلاص. نغرف بقى الفول بتاعنا الجميل. اهو نغرفه بقى. وبعد ما غرفناه، نعمل بقى التحبيشات بتاعتنا بقى. الجرجير والخيار والحاجات بتاعتنا. وده ليمون مخلل بقى انا مخللاه. جميل قوي كده. ده انا مخللاه في البيت، وهنزل لكم ان شاء الله فيديو بالوصفه بتاعه الليمون. احلى مخلل ممكن تاكلوه واحنا في وقت المخللات. ابتدي بقى احيق الفول بتاعي بقى. احط بقى شويه زيت. واحط ملح وكمون وكزبره وشطه، طبعا دي اهم حاجه. واعصر عليه الليمونه ودوقي احلى فول مدمس في البيت. احلى فول والله العظيم. انا اوعدك ان شاء الله بعد طريقه التدميس دي ان شاء الله مش هتجيبي فول من بره تاني ابدا ابدا. انا والله يا جماعه ما باكلش فول من بره خالص، مش بقدر يعني. يعني ولا بقدر. يعني خلاص انا من ساعه ما بدمس الفول خلاص اتعلمت تدميس والسهل ده. ما بجيبوش من بره، مش بقدر اتحمل. ولا يعني احب طعم فول بره خلاص، لان فولنا فعلا في البيت احلى 100 مره. اتمنى انتوا تجربوه. اتمنى انتوا تجربوا الوصفه. اشوفكم في فيديو جديد، في وصفه جديده ان شاء الله.